اهلا بيك يا كابتن واهلا بضيوفك الكرام، ودايما يا رب متالقين باذن الله. ان شاء الله. ماذا عن استئناف النشاط الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص؟ هذا هو التساؤل الذي يطرح في الشارع الآن، وبدت هناك تكهنات على أن النشاط الرياضي بدأ يعود في الألعاب الثانية في مطلع هذا الأسبوع، وقد يستأنف الدوري في نهاية هذا الشهر. والله يا كابتن حازم، انا موجود دلوقتي في بطولة كاس القارات للمقيم في استاد القاهرة الدولي، وده احد الانشطة الحتمية حلو اللي موجودة. يمكن احنا شايفين علامات كبيرة جدا لتأمين سلامة اللاعبين والحكام والإداريين والجماهير، ويمكن احنا عارفين ألعاب المعاقين كرة الطايرة جلوس من برضه الألعاب اللي احنا متميزين بيها في مصر، وعندنا ضيوف من دول عديدة وافقت ان هي تيجي وتلعب هذه البطولة. لما كنا نتكلم على عودة النشاط احنا قلنا ان في فترة حداد، ولكن انا مع الكباتن برضه ان هي مش تستنى لغايه انتهاء التحقيقات ابدا، ولكن مجرد صدور قرارات النيابه بالاحالات هيهدي الراي العام، ويبتدي نعرف الامور تضع في نصابها، ونبتدي يحصل مشاورات ما بين الاتحادات مع الجهات الامنيه المختصه بتامين المباريات، لان مش بنقول كره القدم فقط، لكن كره السله وكره الطايره وكره اليد كانشطه جماهيريه تتطلب تضافر الجهود لاقامه المباريات الحتميه. واحنا عارفين ان في مباريات خاصه بالحافز الرياضي، في مباريات للمؤهلين للاولمبياد، وعارفين ان المنتخب الاولمبي له اكيد مباريات لاستعداد لاولمبياد لندن. فاحنا هذا الموضوع سيتم طرحه كل على حده مع الجهات الامنيه ومع وزاره الداخليه لرؤيه عوده النشاط، اللي اعتقد ان احاله الموضوع من النيابه الى القضاء هيكون مؤشر ان احنا نبتدي رويدا ندخل في اعمال الخاصه بالمباريات باذن الله. نعم، معك كابتن طارق يحيى. دكتور اهلا كابتن طارق، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يخليك. الله يبارك لك يا كابتن، اتفضل. اولا طبعا يعني بنبارك لحضرتك يا مباركه، يعني متاخره شويه على قيادتك لمجلس القومي للرياضه، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق، وانت رجل خبره ورجل اهل لهذا المنصب يعني ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا كابتن طارق. يعني ارجو من حضرتك يا دكتور طبعا ان انت يعني انا اعرف ان حضرتك متابع جيد للرياضه في مصر عموما، وبصفه خاصه كره القدم. بنتكلم على قطاع كبير جدا من المهتمين بكره القدم، ولكن يعني اتمنى دكتور عماد ان يبقى في متابعه جيده للاتحادات الاهليه اللي موجوده، سواء اتحاد كره القدم، اتحاد كره الطايره، حتى اليد، لان احنا شفنا لغط كتير جدا يا دكتور على مدار السنين اللي فاتت في هذه الاتحادات، وما كانش في حد بيحاسب حد. فارجو من حضرتك ان انت تتابع هذه القضيه بشكل كبير جدا، وتحاول بقدر الامكان انك انت مش عايز اقول تنظف يعني، لا عايز. كابتن طارق الو. اتفضل. نعم يا دكتور اتفضل. بص يا كابتن طارق، انا هقول لحضرتك حاجه. من اول يوم تكليف وانا قلت ان لا يمكن الاتحادات من اداء عملها، ولا يمكن ان نغفل دور الرقابه الماليه والاداريه على الاتحادات حتى يستقيم عود هذه الاتحادات، ويمكن ده الاتحادات نفسها. احنا مش بنقول اعمال الرقابه فيما يتعلق باصطياد اخطاء بالزبط. ولكن في ضرر اي مخاطر كانت ممكن ان تحدث لو سيبنا المساله على دون رقابه ماليه او اداريه. ولكن تمكين الهيئات الرياضيه في اعمالها الفنيه ده مهم جدا طبقا للميثاق الاولمبي وطبقا لقوانين الاتحادات الدوليه. بالظبط يا دكتور. اكيد طبعا. برضو نقطه ثانيه يا دكتور عماد، بنطالب حضرتك ان حضرتك تتدخل في اعاده الحياه مره اخرى الرياضيه في مصر. يعني برضو احنا يعني في قطاع كبير جدا من الناس بتستفيد من كره القدم في حتى على مستوى، سيبك من اللعيبه او المديرين الفنيين او لا، قطاع عريض كبير جدا من العماله يا دكتور، وحضرتك مسؤول عن الرياضه في مصر. انا حضرتك بتتكلم رياضي وعارف غرفه خلع الملابس من عامل غرفه خلع. انا عشان كده بكلم حضرتك يا دكتور. انا عشان كده بكلم حضرتك واتجرأت بعد اذن حضرتك ان انا اطلب من حضرتك انك تتدخل بشكل شخصي في اعاده الحياه مره اخرى الى ملاعبنا الرياضيه ان شاء الله. انا مع حضرتك، وان شاء الله ده دور مهم جدا للمجلس القومي للرياضه دون تدخل في الاعمال الفنيه، ولكن لتسيير وتسهيل كل الامور الخاصه بالاتحادات مع الجهات المعنيه. نعم. ان شاء الله. قرار استئناف الدوري والنشاط خاصه كره القدم، ربما اتحاد الكره يقول ان الامر بيد المجلس القومي للرياضه في اعطاء اشاره البدء في استئناف الدوري العام. كابتن حازم، انا اعتقد ان هذا القرار او هذا الطرح من الممكن ان يتم بعد مناقشه ما هو باقي وكيف سيتم جدولة الباقي من مباريات الدوري من عدمه او اي شيء اخر للمسابقات الخاصه بالفرق القوميه.
لان احنا بنقول ان ده يتم مناقشته من خلال الاتحادات مع وزاره الداخليه، واحنا المجلس القومي للرياضه هيكون مساعد مشترك ان احنا نعيد هذه الحياه الى ملاعبنا باذن الله. نعم، بخصوص بند ال8 سنوات والاشكاليه اللي حدثت مع بعض الانديه ومنها النادي الاهلي، وهل يطبق هذا القانون في الفتره القادمه؟ كابتن حازم، هذا الوقت موجود امام القضاء وسيتم النطق بالحكم يوم 10/4 على جانب اخر. هذا الطرح قام عديد من الجهات بمناقشه مشروع القانون اللي بيعده المجلس القومي للرياضه لدخوله المجلس النيابي، وكان الطرح الكبير جدا دخول هذا البند داخل مواد القانون. احنا لا نمنع ولا نمنح، ولكن القائم حاليا من اللوائح ان هذا البند قائم. نعم. وننتظر حكم القضاء في 10/4، ويكون بالنسبه لنا جميعا ان هو دليل ومؤشر، ولكن نقول ان القانون الجديد هيسري لسنوات، فنتمنى ان شاء الله ان يكون كل جهده فاعله لتداول السلطات وتداول المنظومه في مجال الرياضه وتوسيع بعض المشاركه في مجال الرياضه. نعم، ماذا عن امر تحويل طبعا بعض المسؤولين في الاتحاد ومسؤولي الاتحاد المستقيل او المقال في اتحاد الكره الى النيابه، وايضا لمراجعه بعض حسابات بعض الانديه لبعض التجاوزات التي حدثت او المخالفات التي ارتكبت يعني؟ هو التحويل بيتم للاتحاد وليس لمجلس اداره الاتحاد، انا بصحح بعض التعبيرات. نعم. الاتحاد به اجهزه اداريه وفنيه وماليه مسؤوله، ويتم وجود يعني بعض الاتحاد مش الناس فهمت انها ربما سمير زار وايضا يعني انا بضع الالفاظ في نصابها عشان يبقى الامور واضحه تماما. احنا نعم. نحول مخالفات الاتحاد وليس مخالفات مجلس اداره الاتحاد. مجلس اداره الاتحاد هو فيه مسؤوليه تضامنيه مع اداره الاتحاد في بعض هذه الملاحظات، وهذه الملاحظات او ما يطلق عليه ترسل الى النيابه كي يتم التحقيق فيها من جهه نيابيه بسبب عدم الرد على هذه الملاحظات في المدد القانونيه. نعم. الو. ايوه معك في يعني المدد القانونيه احنا بنرسل الملاحظات، التفتيش المالي والاداري بترسل للجهه، والجهه بترد على هذه الملاحظات، تتلافى بعضها او لا تتلافى الاخر، ثم بيرد علينا في حاله تجاهل الرد وعدم الرد على هذه الملاحظات بنحول الموضوع للنيابه كاجراء حتمي قانوني حتى لا يحال المسؤول في التفتيش المالي والاداري الى النيابه. نعم. إذا الدكتور عماد البناني رئيس مجلس قومي للرياضة، شكرا لك على بعض هذه